السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. روتين جديد ويوم جديد. طبعا انتوا بتقولوا ايه ده؟ ايه ده يا ام زيزو؟ انتوا بتصورينا ايه؟ هقول لكم انا بصور لكم ايه. انا بقى يا جدعان انا طلعت فوق السطح ماشي. قلت بقى ايه، انا هقضي اليوم النهارده فوق السطح. فكان عندي بقى ايه كده فرش ايه، قديم يعني، عندي سجاد كده وحافظه. رحت جايه فرشته كده ايه فوق السطح ماشي. وطلعت كان ياسر ولؤي بقى قاعدين. فقلت ايه، لا انا يعني بصوا، ما هو انا هما الاتنين قاعدين في البيت يعني كده، في الجنان كله هيشتغل في قلب البيت. طب وعلى ايه؟ لا انا اخدكم بقى ونطلع فوق السطح. بصوا بقى انا دون الحته دي هي اللي فاضيه كده عندي، والباقي كده ايه انا عامله له تحويزات كده ايه بسبايت، عامله فيها عشش للطيور، فقافله بقى عليهم عشان ايه ما فيش طيور تنزل عندي تحت. ما فيش حته يطلعوا لي كده على التانك بتاع الميه، يطلعوا لي على السلم اللي طالع لفوق. لا كده ايه كده احسن بصراحه. انا قافله كده عليهم، وهي دي الحته اللي ايه الفاضيه معايا سايباها كده نظيفه بنقعد فيها. بصوا بقى ايه، وفرشت بقى الفرشه دي كده. طبعا انا طلعت هنا صورتها لكم، كنت مجهزه بقى الفطار وطلعت بقى فوق. رحت جايه بقى ايه، حطينا بقى الطبليه وطلعنا بقى كده انا وابو زيزو كده والولاد. رحنا طالعين قاعدين بقى فوق. كان زيزو طبعا في المدرسه، ياسر ولؤي هم اللي كانوا قاعدين معانا. جهزت بقى الفطار دون ايه، فول وبطاطس وبيض بطماطم وبتنجان وفلفل، والعيش طري بقى كان ياسر جايبه لنا من الفرن. ورحنا بقى ايه حطينا بقى الفطار. وطبعا ايه بعد بقى ايه ما قعدنا كده قلنا نفكر بقى نعمل اكل ايه. قلنا خلاص احنا نقضي بقى اليوم ده كده ايه على السطح، ونعمل ايه اكل بقى كده ايه على السطح. بصراحة انا كنت ناوية هعمل الاكل كله على السطح فوق، بس في حد جالنا وكده وطلع قاعد مع ابو زيزو فوق، فمعرفتش ان انا يعني معظم الحاجات عملتها تحت. هنا بقى ايه، والخس ده كنت جايباه بصوا يا جماعة صابح كده وجميل، حطيته برضو غسلناه كده وحطيناه ايه على الفطار. بصوا اليوم بصراحة كان تحفة، كان بجد كان جميل. والله بصي هو تغيير تغيير تغيير. اول حاجه الشقه كانت نظيفه تحت ومتروقه بقى، ومفيش بقى بهدله من الاولاد ولا اي حاجه خالص. بعد كده بقى ايه كان الجو فوق كده جميل. انا احب اجواء الشتاء بصراحه فوق السطح. انما بقى ايه بصوا، ولا شمس ولا سقعه ولا يعني حاجه كده جميله. بعد بقى ما فطرنا رحت جايه خدت بقى المواعين اللي خلصتها ونزلت بقى على تحت، لان زي ما قلت لكم كان في حد قاعد مع ابو زيزو فوق. فانا بصراحه انا كنت ناويه اعمل بقى ايه كانون واعمل الاكل كله فوق، بس لما جه حد قلت خلاص بقى انا ايه استفاد بالوقت بسرعه والحق اعمل حاجه. حطيت هنا حله اللحمه على البوتاجاز، وجبت بقى ايه حله. رحت جايبه ايه الحله بقى. وطبعا ايه كنت مجهزه بقى البصل. انتي بتعملي ايه يا ام زيزو؟ انا كنت حاطه لحمه ضاني في الحله، وكنت بعمل ايه تسبيكه المحشي. هنا بقى ايه حطيت زيت، انا بحب الزيت. بصي كتري وما تستخسريش، يلا. هي بقى الدنيا ايه خربانه خربانه والغلو غلو، ويلا بقى ايه اعملي اكله مظبوطه تمام بكل حاجات تمام فيها، وايه وعيشي يومك. هنا بقى ايه خرطت بقى ايه شويه بصل حلوين كده، انتوا عارفين المحشي بيحب البصل الكتير. بصوا بقى الطريقه دي جميله جدا بتاعت المحشي، انا عملتها معاكم قبل كده. بس عملتها برضو بطريقه تانية. بصوا انتوا كل مره هتلاقوني عامله لكم ايه طريقه شكل وطريقه جديده، بس الطريقه بكون عن تجربه ومجرباها. الطريقه اللي مش ما تنفعش وما تبقاش حلوه انا عمري ما هقول لكم اعملوها. انا حطيت هنا البصل وسبته كده وهو بيتشوح. طبعا ايه كنت بقى مجهزه المرقه ومجهزه بهارات فراخ. انا بحب اعمل المحشي ببهارات الفراخ بتبقى لذيذه جدا. هنا بقى ايه قلبت كده، وكنت طبعا مجهزه بقى ايه معايا الفلفل، ومجهزه فلفل مقطعاه اصفر واحمر واخضر. بتقطعي بقى كده شويه كده وتقعدوا تشوحيها مع البصله. وبكون بشره جزر برضو بتشوحيه كده ايه مع البصله، تقعدي تشوحي كده فيها. بتدي كده ايه تست عالي كده في الاكل بصراحه، بتبقى جميله جدا. بصوا انا هنا بقى قعدت اشوح فيها، وطبعا ايه فرمت بقى ايه شفشق طماطم. هحط بقى هنا بقى ايه على التشويحه دي، هحط بقى كده عليها ايه المرقه، واحط بهارات فراخ. بصوا انا حطيت هنا 3 مرقات. انا على فكره انا بعشق حاجه اسمها المرقه، انا ممكن الاكل كله اعمله بالمرقه، بحب المرقه جدا. هاجي في يوم يا جماعه وهعمل لكم يعني فيديو كده لعمايل المرقه في البيت. بصوا المرقه دي جميله جدا، انا حبيتها بصراحه بحبها جدا في الاكل. هنا بقى فرمت شفشق الطماطم، ورحت جايه ايه نزلت كده بالطماطم على البصل ماشي. وهسيبها بقى ايه كده ايه تعيش كده مع نفسها شويه. بصوا بقى هنا ايه كانت بقى ايه غليت كده وايه ودخلت في التسبيكات معانا.
هنقلها اشيلها بقى كده، وهكون بقى ايه هجيب بقى ايه الطاسه الصغيره. بصوا دي قاريني، دي ماشيه معايا في كل مكان الطاسه الصغيره دي. بصوا هنا بقى ايه، ده توم، على كزبره ناشفه، على فلفل احمر، بتحطي كده في الزيت قبل ما الزيت يتقدح عشان ما تتحرقش معاكي، وبتقلبها بقى كويس اوي. بصوا بقى ريحتها فخامه فخامه، انا بعشق ريحتها، بعشق ريحه التوم عامه، والكزبره الناشفه. بصوا حاجه جامده، حاجه كده فاخر من الاخر يا جدعان زي ما بيقولوا. بصي بقى كده تقلبي فيها كويس قوي كده، وتسيبي بقى ايه الكزبره والدقه دي تستوي شويه. وطبعا ايه بعد بقى ايه ما سبت الحاجه دي تستوي، رجعت بقى ايه حله التسبيع كده على البوتاجاز تستوي كده على مهلها. كنت انا بقى ايه طلعت فوق ورحت جايه ايه، بصوا ابو زيزو كان قاعد جنبي اهو. طلعت بقى حاجات التقوير. انا بقى كنت بعمل محشي النهارده، عملت محشي كوسه وبتنجان وفلفل ماشي، وعملت بقى ايه كنا جايبين خس جميل جدا من السوق، فالورق بتاعه جميل، انا حشيت بقى ايه ورق خس. بعشق حاجه اسمها ورق الخس، انا وولادي بصراحه بنحبه جدا. رحت جايه قعدت بقى كده، قلت بقى ايه مع عمال ما اللحمه تستوي، وكنت سلقت طبعا ورق الخس برضو وانا تحت، كل ده كان وانا تحت. بعد كده بقى ايه طلعت رحت جايه بقى ايه حشيت بقى قورت الحاجه دي. وكنت بقى اخده بقى معايا الميه، واخده بقى معايا كل حاجه. غسلتهم بقى، قورت بقى الحاجه دي على طول، وشلت التقورات بتاعتها كده وايه، وحطيتها بقى للفراخ، قعدوا بقى ينقنقوا فيها. بصراحه الفراخ شبعت بقى في اليوم ده. كنت قاعده بقى، وكل حاجه اعملها اروح جايه رميها لهم، كل حاجه فياضات اي حاجه اروح جايه رميها لهم. بصوا بسم الله ما شاء الله، وكانت الكوسه جميله. بصوا بقى هي في حاجه بصراحه انا هقول لكم عليها. انا شوفوا الكوسه طعم شكلها جميل، والبتنجان شكله اجمل، بس بصراحه ما كانوش مسكرين، ما كانوش حلوين، يعني الحشو اللي جواهم الرز بالخلطه جمال جدا. الكوسه ما كانتش مسكره. فانا بصراحه قلت الحمد لله ان انا حشيت ورق خاص جنبها. بصوا هي احنا بنحب المحشي، المحشي في الشتاء احنا ممكن نعمل محشي كل يوم عادي، لو بصوا مرتين ثلاثه في الاسبوع مش مشكله. هنا بقى خلصت التوريق وغسلتهم طبعا. جبتهم بقى وسبتهم كده يتصفوا. هنا بقى ايه جبت بقى الصينيه اللي انا بقلب فيها، وكنت غاسله بقى ايه غسلت برضو الرز. بصوا بقى كده ايه الخضار بقى بغسله قبل ما بقطعه ماشي. وهي الدقه اللي احنا ايه عملناها. وهنقلب بقى ايه كده شويه تسبيكه. بصوا التسبيكه ما تخليهاش تنشف قوي، لا خليها كده ايه في المعقول كده، بتبقى حاجه ايه جميله. بصوا الحله دي بقى اللي انا بحطها على الكانون. بصوا هي عامله ازاي، مهما تغسلي فيها برضو بتدنها ايه في اثر فيها. دي بحطها ايه على الكانون. بس بسم الله ما شاء الله محشي الكانون لا يعلى عليه. وانت كده بتتفرجي كده عليا وانا بحشي كده، انزلي كده في الكومنتات وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واذكري الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هنا بقى ايه عملنا الكانون. بصوا الكانون ده بقى انا عملته، وحطينا كده بقى ايه في كده بقى ايه على المحشي. بصوا بصراحة ريحته جنان لوحدها، يعني الريحة نفسها كده جنان. بصوا هي الحلة بتتسخ مش مشكلة، بس بتبقى حاجة جامدة. هنا بقى ايه انا كان عندي صدر فرخة طلعته. وهنا بقى دي ميه بصل، بس حطيت عليها معلقه تسبيكه ومعلقه سكر، ورحت جايه ايه خليتها لونها احمر كده. وهنا جبت الكفته الفراخ. مش لازم يا جماعه ان انت عشان تعملي كفته يبقى لازم كفته لحمه، لا انا عندي صدر فرخه فرمته في الكبه وانا تحت. بصراحة انا كنت فرماه، يعني انا اصلا كنت فرماه وانا تحت يعني قبل ما اطلع، وحطيته في التلاجة مسك شوية بشوية خضار وبصل. تفل بصل مش مية بصل. وخدت مية البصل بتاعته دي انا هي عشان اصبع بيها. وبصوا هنا صبعت كده ايه بخلة، وصبعت من غير خلة، يعني انا بعمل اللي هي العصيان دي عشان خاطر بس الاولاد تفرح بيها. طبعا كنت مولعه بقى ايه على الكانون علشان خاطر ان انا اسوي المحشي. وهنا حطينا بقى ايه ولعنا شويه فحم في الشوايه دي. بصوا الشوايه دي بتاعت يعني دي قديمه اصلا، انا لسه ما جبتش اللي هي بتاعت الشتا بقى السنه دي، ما جبتش لسه واحده. دي كانت عندي. وهنا بس ايه دي ان الشبكه بتاعت الميكروويف. وحطيت بقى عليها كده. بصوا ريحه، يعني ريحه جامده، ريحه جامده. بصوا مش كل حاجه بقى ايه لازم كفته لحمه، لازم مش عارفه ايه لحمه، لا ما انت هتمشي ورا الحاجات دي، انت كده مش هتعملي حاجه لاولادك، لازم تعملي تجديد. بصراحه احنا جربنا كفته الفراخ تحفه. وهنا بقى زيزو كان عمال بيشوف المحشي استوى ولا لا. زيزو كان هينتحر ساعتها، عمال يقول لي يلا يا ماما عشان الدرس ومش الدرس، يلا يا ماما. قلت له بيقول لي انجزي، كنا عاملين نضحك انا وابوه عليه.
بصي بقى هنا كده بعد ما بزيزو شوى الفراخ اللي هي الكفته، عمل لنا بقى سخن لنا بقى عيش. احنا بنحب العيش قوي مسخن على الولعه، جميل جدا. بصوا كنت انا قاعده عماله اهوي، قال انا شويت لك بقى الكفته، ايش وانتي بقى. ودي اللحمه الضاني. بصوا بقى معلقه سمنه بلدي، اخدنا ايه كام معلقه كده من وش الشوربه، حطيناها في طبق وحطينا معلقه سمنه بلدي كده عليها، وايه ونزلنا كده ايه بيها. بصوا، لا بصوا بقول لكم الاكل النهارده كان فاخر فاخر يعني، فاخر فاخر ودسم. بصوا بقى حطيناها بقى كده على الولعه. بصوا يا خرابي على الريحه، يا خرابي على الريحه، جامده جامده جامده. بصوا اتحمرت بقى وكانت ايه، بصوا جميله جميله جميله. وطبعا بقى ايه الولعه بقى اللي كانت اتبقت بقى حطينا فيها البراد. بصوا البراد هنا نضيف، البراد اول ما الشاي يخلص هتلاقوا البراد ده عباره عن فحميه، بس الحمد لله غسلنا يعني المواعين بقت حلوه. وهنا بقى بعد الاكل كده، بعد بقى ايه ما خلصناه، انا عايزاكم بقى ايه وده محشي ورق الخاص اهون، ورصينا المحشي وعملنا الكفته والعيش السخن. عايزه بقى ايه اللي ما اشتركش في القناه يشترك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. وقولوا لي ايه رايكم في يوم النهارده. وعايزه كومنتات حلوه زيكم. وقبل اي حاجه تنزلوا طبعا في الكومنتات وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وانتظروا مني فيديو جديد ان شاء الله. واشوفكم على خير. وده كان الشاي بتاعنا بعد ما خلصنا بقى اليوم كده وقعدنا كده. عملنا بقى ايه كوبايتين شاي على الولعه. وبصوا بقى شكل البراد يا جماعه، والله بصوا مش مشكله، كل حاجه بتتغسل وكل حاجه بتروح، بس اهم حاجه ايه نقضي وقت حلو كده وجميل ونفرح اولادنا. وربنا يسعدكم يا رب ويسعد ايامكم كلكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك والحاجات الحلوه بتاعتكم. ومع السلامه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير. وما تنسونيش يا جماعه متابعه، واعملوا لي لايك كتير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.